بيبدأ الفيلم مع سامي اللي بيعاني من التوحد وهو بيشتغل جرسون في ستاربكس، وهو شخص طيب جدا وكل اللي شغالين هناك بيحبوه حتى الزباين. وفي يوم بيخرج متوتر لأن جاله خبر إن مراته بتولد في المستشفى، وهناك بيفرح ببنته ومش مصدق إنه بقى أب، وبيسميها لوسي. ولما بيخرجوا من المستشفى زوجته بتطلب منه يوقف الباص عشان يروحوا للبيت، ولما بيروح يوقف الباص بيشوف مراته هربت لأنها مش عايزة بنت منه. بيحاول سامي انه يهتم ببنته لكنها بتعيط كتير بسبب الجوع، ولما بتسمعه جارته بتقول له ان الرضعة كل ساعتين وبتحاول انها تساعده، وبتقول الطفلة لازم تاكل كل ساعتين وعشان يعرف الوقت في برنامج بيجي كل ساعتين. فبيروح الشغل وبياخد مع لوسي لكنها بتعيق حركته وبيعمل اخطاء كتيرة، والمدير بيرفض انه يجيب معاه بنته، فبيقرر يسيبها لجارته اني لغاية ما يرجع من الشغل. وبتكبر لوسي وبيبقى عندها 7 سنين، وبيفسحها سام وبيزيد عندها الفضول عن أسماء الأشياء زي أي طفل، وسام بيجاوبها على بعض الأسئلة والبعض الآخر ما بيعرفش الجواب. وفي يوم بياخدها المطعم وبتسأله هو ليه مختلف عن كل الآباء وهل ده بسبب حادثة، وبيسكت سام وبيقول أنا آسف، وبتقول له إنها عايزة يكون مختلف عن باقي الآباء لأنه بيخرجها وبيفسحها ولأنها محظوظة، وبياخدها يشتري لها جزمة ومش بتكفي الفلوس معاه وبيكملوا أصحابه الباقي. تاني يوم بيوصلها المدرسة وبتقدم موضوع الفراشات قدام أصحابها، ولما بتنسى سام بيفكرها، وزميلها كونر اللي نسى العرض وابوه بيتعصب عليه، وسام بيقول للوسي انها تعزم زميلها عشان يبسطوه. وفعلا لما بيروح عندهم كونر بيستغرب من تصرفات سام وبيتريق على كلامه وتصرفاته، ده بيضايق لوسي، وعلى طريقته في الكلام والتعامل بتتضايق لوسي. وفي يوم راح مطعم هو ولوسي وبيراجع معاها، وبتيجي بنت بتتكلم معاه وبتقول له انه يجي معاها وهي تساعده في حل المسألة. فجأة بتيجي الشرطة وبيقبضوا عليه وبيروح مركز الشرطة، ولما بيعرفوا انه ملوش علاقة بأي حاجة بيسيبوه. وبيخرج سام وبيستدعوا من المدرسة سام، وبتقول المدرسة ان بنته في حاجة منعها انها تتعلم وتطور نفسها. ومكتب خدمات الطفل والأسرة بيقول ان عقل سام بيشبه عقل طفل 7 سنين، وده هيضر بنته جدا. وبالليل بيدرس سام بنته بيغلط، ولما بتقرا هي بتغلط عشان ما تحرجوش، لكن هو فهم وقال لها انها لازم تقرا احسن منه. وبتطلب لوسي من ابوها انها تروح مطعم ياكل فيه ويوافق، وبيوصلوا للمطعم وبيطلب نفس الاكل اللي بيطلبوه دايما، ولكن الجرسونة بتقول له ان طلبه مش موجود، وبيعيط وبتتحرج بنته ومش عارفه تتصرف ازاي. وفي حفله المدرسه بيرقص وسط اصحابها وبيضحكوا عليه وبتنحرج لوسي. وفي عيد ميلادها بيقرر انه يعمل لها مفاجاه في البيت، وبيكون جاي مع اصحابها واصحابه مستنينها تيجي البيت عشان يفاجئوها. وبتيجي مارجريت من مكتب خدمات الطفل والاسره عشان تتكلم معاه، لكنه بيقول لها انها تتخبى عشان عايزين يفاجئوا لوسي لما تيجي. وبيحاول يحرك كونر من مكانه عشان يوقف في مكان معين عشان لوسي، وبيشوفوا والد كونر وبيضربه. ولوسي بتشوف اللي حصل، وبيقول كونر ان لوسي بتقول ان سام ابوها بالتبني. وبتتصل مارجريت وتبلغ المكتب باللي حصل، وبيتم اتهام سام بتهمة التحرش. وبتقدم مارجريت التقرير بكل اللي شافته، وانه انفعالي وده هيعرض الاطفال للخطر، وانه غير قادر على تربية لوسي، وان مصلحتها انها ما تفضلش معاه وانها تروح لبيت التبني. وبيتقدم للمحاكمة، وبتحكم المحكمة ان بنته مش هتكمل معاه. وبيكون سام فاكر ان لوسي هتروح معاه، لكن القاضية بتقول له انها هتفضل محتجزة وانه مسموح بزيارتها مرتين في الاسبوع لمدة 2 ساعتين. لكن سام بيعيط وبيقابل اصحابه اللي بينصحوه انه لازم يدور على محامي عشان يفوز بالقضية. وبيقابل ريتا المحامية وبيفضل يحكي عن حياته وبنته، لكن ريتا بتقول له مشغولة وبتطلب منه انه يمشي ويروح سام تاني عشان يقول لها انه محتاج استشارة قانونية. وبتقرا الجواب وبتلاقي المحكمة طالبة تعمل له تقييم عند طبيب نفسي، وبتقرر تساعده وتوديه للمقابلة، وبيخلصها وبيطلع على البيت وبيشتري جهاز تسجيل مكالمات عشان لو بنته اتصلت تتسجل رسالتها. وبتطلب منه ريتا قائمة بأسماء الناس اللي ممكن تشهد انه اب كويس وبيديلها اصحابه، وبتعمل معاهم مقابلة وما بتلاقيش ولا واحد من اصحابه تعترف به المحكمة كشاهد بسبب اعاقتهم. وبيحضر جلسة المحكمة من غير شاهد، وبتكون الشاهدة اللي ضده وهي مسؤولة من مكتب الأسرة والطفل، وبتقول انه انسان غير مؤهل لحضانة بنته. وبتتأجل القضية وبيروح عشان يشوف بنته، وتطلب لوسي تروح الحمام قبل ما تودع والدها. وبتهرب من الحمام وبتروح لسام وبتقول له ان مارجريت وافقت اننا نخرج شوية ونبقى نرجع بعدين. وبيروحوا يناموا في حديقة، وبيتقبض على سام، وبتيجي مارجريت عشان تاخد لوسي وترجعها لدار التبني. وبتطلب ريتا منها انها ما تبلغش عن اللي حصل. وبيجي موعد المحاكمة التانية، وبيسأل محامي لوسي عن اللي حصل في حفلة عيد ميلادها، وبتقول لوسي انها ما قالتش ان
ابوها بالتبني وانه زميلها بيكذب، وبيحاول الدفاع انه يخليها تعترف ان والدها مش مديها الرعايه اللي هي محتاجاها، لحد ما بتقول لهم ان كل اللي محتاجاه هو الحب. وبيكون سام شايفه من خلال شاشه التلفزيون، وبتتاجل المحاكمه، وجارته اني بتشوفه وبيصعب عليها وبتشهد لصالحه وبتقول ان سام افضل اب وانه بيهتم ببنته. وبتتاجل المحاكمه وبتروح ريتا لبيتها وبتاخد معاها سام عشان تدربه على الشهاده قدام المحكمه، وبتلاقي ابنها لوحده وبتساله عن والده وبيقول لها مشغول، وبيبان ان ريتا ما بتهتمش بابنها بسبب شغلها. وبتبدا تدريب في سام على كل انواع الاسئله عشان يقنع المحكمه وانه يقدر يهتم ببنته، وبتجيب له بدله من عندها عشان يحضر بيها المحاكمه. وبيروح تاني يوم لشغله لكنه متوتر وبيروح متاخر للمحكمه، وبتبدا ريتا بتسال سام اذا كان يقدر يتحمل مصاريف تعليم بنته، وبيحاول انه في برنامج تعليمي مجاني يتكفل بتعليمها. وبيجي دور محامي الاسره والطفل وبيقول له انه كبر بعيد عن اهله وانه تعرض للاساءه كتير، وانه اكيد كل ده هينعكس على حياه بنته. وبيقول له انه مش عايز بنته تعيش اللي هو عايشه وانه هيربيها كويس، وبيساله عن معنى الابوه وبيقول له الصبر والتضحيه. ولما بيضغط عليه المحامي باسئله صعبه بيتوتر سام وبيعيط، وبيقول انها تستاهل اب احسن. وبيخسر سام الحضانه وبيودع لوسي وبتعيش مع عيله تانية، وبيروح يشوفها من بعيد، وبيقرر تاني انه يهتم بنفسه وشغله عشان يرجع لوسي، وبيروح يزورها في بيتها الجديد. واول ما بتشوفه بتعاتبه لانه ما بيجيش يزورها طول المده دي، وبيوعدها انه هيرجعها تعيش معاه تاني. وبتعرف ريتا من المركز ان العيله اللي بتراعي لوسي بتفكر تتبناها، وبتقول لسام انه ممكن يزورها في اي وقت هو عايزه، كده يبقى وصايه مشتركه على لوسي. وبيقدر سام انه يسكن قريب من بيت لوسي، وبيقابل لوسي ومعها راندي، وبتقول انه المفروض يديها مساحه عشان تختار تفضل مع مين. وبيجي الليل وبتهرب لوسي كل ليله وتروح لبيت سام عشان تبات معاه، لكن سام بيرجعها، وبتحاول راندي انها تقرب منها اكتر لكن هي بترفض، وبتكون عايزه والدها. وبتيجي ريتا لبيت سام مع ابنها عشان يجهزوا للجلسه الاخيره من المحاكمه، وبيجهز سام نفسه بينام بالبدله عشان جلسه تاني يوم. وبيلاقي راندي بتخبط عليهم وبتقول انهم كانوا خارجين، ولوسي كانت نايمه في السياره وكانت خايفه انها توديها لسريرها وتصحى وتحاول تهرب تاني، عشان كده شافت انه من الافضل تجيبها لابوها وتبات معاها. وبتعتذر لانها كانت هتقول للقاضي انها تقدر تديها الحب اللي هي تستحقه، لكن مستحيل تلاقي حد يحب لوسي زي والدها ابدا. وبيقول لها سام انه كان دايما بيتمنى انه يكون للوسي ام، وانه احيانا بيحتاج مساعده في تربيه لوسي، وانه بيتمنى انها تكون الام دي. وبتتم المحاكمه وراندي وسام بياخدوا الوصايه المشتركه على لوسي، وبنشوف ريتا وراندي وسام واصحابه بيحتفلوا بلوسي. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات احدث الافلام ما تنساش تشترك في القناه، قناه مامو افلام.